كشف وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقدوم في حوار صحفي مع موقع أمريكي أن الجزائر مستعدة لوضع مواردها المعدنية النادرة تحت تصرف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويعكس هذا التصريح استراتيجية النظام العسكري الجزائري في توظيف ثروات البلاد الطبيعية كورقة ضغط في العلاقات الدولية بهدف التأثير على مواقف القوى الكبرى خاصة الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. ولطالما تبنت الجزائر موقفا داعما لجبهة البوليساريو في سعيها للانفصال عن المغرب، موظفة أموال الغاز والنفط الجزائريين، وتسعى من خلال مثل هذه التصريحات الصادرة عن فلول النظام العسكري في البلاد إلى محاولة إقناع واشنطن بالتراجع عن قرار اعترافها بسيادة المغرب على صحرائه، والذي تم الإعلان عنه في دجنبر 2020، وهو الاعتراف الذي شكل منعطفا تاريخيا في النزاع، ويعكس التوجه الدولي المتزايد نحو دعم موقف المغرب، حيث انضمت العديد من الدول إلى هذا الموقف وأكدت تأييدها للوحدة الترابية للمملكة. ورغم المحاولات الجزائرية لتحويل النزاع إلى ملف سياسي قابل للمساومة عبر استخدام ورقة الموارد الاقتصادية، فإن المعطيات الدولية تؤكد استمرار الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. فالدعم الأمريكي والدولي لهذا الموقف يجعل مناورات النظام الجزائري غير ذات تأثير فعلي على مسار القضية، خاصة مع توسع الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء وافتتاح قنصليات لعدد من الدول في الأقاليم الجنوبية للمملكة.